وده بقى لاعب يا سيدي مارسيل كولر المدير الفني الحالي للنادي الاهلي قرر وحسم الامر في موضوع انتقاله الى النادي الاهلي. اللاعب ده يا جماعه عايز اقول لك كده اسمه مارسينهو اللاعب البرازيلي اللي كل الناس اتكلمت وقالت ان في الانتقالات الصيفيه اللي فاتت دي على طول اللاعب ده كان المفروض يكون احد لاعبي النادي الاهلي، ولكن طبعا الصفقه ما تمتش. اول حاجه طبعا يا جماعه عشان نكون واقعيين مع بعضنا، الصفقه دي انا واحد من الناس طلعت وقلت لكم تمت، عشان اكون واقعي اكتر معاكم قلت لكم تمت، وان صفقه لاعب برازيلي تمت. كانت الناس بتقول لك لا ده مش عارف مين تاني برازيلي، لا كان هو مارسينهو. بعدين اتكلمنا عن برونو سافيو ودي الصفقه اللي تمت بدل مارسينهو. اللاعب ده يا جماعه ايضا يعتبر هو في الوقت الحالي بعد طبعا ما العقد بتاعه ما تجددش مره اخرى مع ناديه الياباني، الموضوع اصبح قريب جدا 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 من ان النادي الاهلي ياخد اللاعب ده ويقدر يخطفه بكل سهوله وبرقم يعتبر قياسي جدا وبرقم يعتبر بسيط جدا، في حين ان مارسيل كولر ولجنه التخطيط وكلهم مقتنعين جدا باللاعب. اللاعب ده يا جماعه صاحب 27 عام، اللاعب ده عنده 27 سنه، يعني لسه سنه مش عايز اقول سنه صغير، ولكن بقول لك لسه هيديك عشان نكون واقعيين اكتر مع بعضينا. اللاعب ده يا جماعه بيلعب في مركز الجناحي، يعني بيلعب في الوينج رايت وبيلعب في الوينج ليفت، يعني الجناح الايسر والجناح الايمن، مش بيلعب في مركز واحد بس، بيلعب في المركزين دول. اللاعب مهاري، اللاعب دايما بيجيد الحلول في فكره واحد ضد واحد، بمعنى انت النهارده اتنين دخلوا عليه او واحد دخل عليه بتلاقيه بيخترع الحل، بيبتكر الحل، واكيد شفتوا ده في اللقطات اللي قدام حضراتكم اللي انا عرضتها لحضراتكم. فالقصه باختصار اللاعب ده يا جماعه في او مع النادي الياباني لعب 30 مباراه، سجل 12 هدف، صنع 6 اهداف، يعني نقدر نقول كده ان هو ساهم في 16 هدف. اللاعب ده يا جماعه باختصار شديد جدا في الفتره اللي جايه في الانتقالات الشتويه المقبله كل اللي اقدر اقوله لك ان اول واحد كولر هيقول لهم يا جماعه روحوا اجروا شوفوا لنا اللاعب ده، هيقول هو مارسينهو اللاعب البرازيلي اللي بيلعب في الدوري الياباني. اول حاجه هيقولها مارسيل كولر في الانتقالات الشتويه المقبله اللي هي طبعا في شهر 1 او في يناير المقبل، هقول لك ان هو اللاعب ده اول واحد هيتعرض على طاوله النادي الاهلي، بل لو ما كانش معروض في الوقت الحالي. الاعلامي مجدي عبد الغني طلع وقال ان اللاعب دلوقتي معروض على طاوله النادي الاهلي، واللاعب يقترب بقوه من الانتقال الى النادي الاهلي، وقال تفاصيل كتير جدا وقال كلام كتير جدا بخصوص اللاعب ده. ده الكلام اللي قاله كابتن مجدي عبد الغني، ولكن انا من وجهه نظري بقول لك ان كابتن مجدي عبد الغني مش مصدر اساسي داخل النادي الاهلي، وبالتالي مش كل كلامه حقيقه ومش كل كلامه هيكون صحيح بنسبه 100%، ولكن كل اللي اقدر اقوله لك ان فعلا اللاعب ده يقترب بقوه من النادي الاهلي، ومارسيل كولر بقرار منه. كان الكلام ده على فكره من الاول مش بس من دلوقتي، ولكن اللي حصل ان الصفقه ما تمتش، وتمت صفقه برونو سافيو اللاعب الحالي للنادي الاهلي او جناح النادي الاهلي، وفي الوقت الحالي بنسبه كبيره جدا اقول لك ان هو اقرب حد وهو مارسينهو اللاعب البرازيلي. رايك في الصفقه؟ اكتب رايك في التعليقات.